الارزاق على الله، ان شاء الله ربنا بيرزقنا. ان شاء الله خليهم يسرحوا معنا شرقه. شوف ايش ربنا بيرزقهم خلق. بالنسبه للطراد اخوك في المنطقه دي ما تروحوش تسرحوا في المنطقه دي بلاش يعوركم الطراد. كان الوالد في شبكه صغيره يصايد في قلب البحر، احنا كنا اطفال صغار. والله كان يروح يجي ويترزق وطعمينا منها. لما كبرنا صرنا يعني شوي صغيره وصار يمسكنا شبكه صغيره ونترزق زينا زيه. لما كبرنا جوزوني انا وطلعت لحالي، والله رزقني باولاد منها الصالحين الحمد لله وحمد الله. وكبرنا وصارت عندي حسكه لحالها صغيره. لما طلعنا صرنا نشتغل ونروح ونيجي وطعمينا وصرنا مترزقين وتمام التمام ومبسوطين. وكبروا هالاولاد وانا الحمد لله كبرت مالي وعشت. ايش بدي يجيب الصيد ايام زمان بالنسبه للايام هذه اللي احنا فيها؟ يا ريت ترجع ايام زمان عشان احنا نترزق من وراها. ايام زمان كانت حلوه مش زي الايام هذه. وديمت وانا طيب بتم في قلب البحر بصيد سمك انا واولادي. واولادي نفس الكلام بس هم في قلب البحر عشان هادي عيشتي وعيشت اولادي من قلب البحر. انا مسوي مال كبير انا واولادي عزبت اني اعيش من وراء البحر ونترزق ان شاء الله. نتمنى لكل واحد الله يرزقه ان شاء الله. الله بيرزقنا بكره بنجيب كويس. يلا يا اولاد يلا ولا خلص يلا. هذا البحر وانا عمري 11 سنه وانا بأسرح فيه بالنسبه للبحر. ان شاء الله في الكبر يساعدونا. هاي نطلبه من الله. يلا يا ابو خالد يلا.